كان لنا مع الشاعر الأستاذ رفعت المرصفي هذا الحوار. الإبداع بشكل مطلق هو عملية خلق. أما الإبداع بالنسبة للفنان فهو عملية خلق لوحات تشكيلية لكل فنان حسب أدواته الفنية. الشاعر مثلا يستطيع أن يشكل لوحاته الشعرية من خلال عملية الإبداع، أو بمعنى آخر الشاعر يستطيع أن يبدع من خلال التجربة الكتابية البحتة باللغة العربية الفصحى أو بأي لغة مطروحة على الساحة. يستطيع أيضا الفنان التشكيلي أن يبدع من خلال ريشته، والفنان الموسيقي أيضا يبدع من خلال أوتاره ومن خلال أدواته الموسيقية. إذن بشكل عام الإبداع هو عملية خلق وتشكيل فني جمالي من خلال كل فنان بأدواته ومعطياته المختلفة. معرفش أقدر أضيف أيضا إذا كانت عملية الإبداع ولحظة الإبداع نفسها بتتكون داخل الفنان من خلال لحظات متباينة. فالفنان عندما يحزن يعبر عن حزنه من خلال فنه، سواء كان شاعرا أو كان موسيقيا أو كان رساما مثلا. وإذا أيضا أحس بالحزن يستطيع أن يعبر عن حزنه أيضا من خلال هذه التجربة. إذن كل الحالات النفسية للفنان بتجعله في حالة أو في حاجة إلى عملية الإبداع. منذ أن تعرفت على هذه الحياة وأنا أعشق الشعر. وجدتني أكتب الشعر منذ وجودي في المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية، كل مرحلة لها مستواها الفني المختلف، إلى أن تقدمت العملية الإبداعية لدي، واستطعت أن أدرس عملية الشعر دراسة كافية متأنية تتيح لي أن أعبر عن تجربتي الشعرية بشكل جيد وبشكل لائق في الحياة الأدبية. أما بالنسبة لأول كتاباتي فهناك العديد من القصائد التي أعتز بها لأنها تعبر دفقات شعورية الحقيقة جميلة وجياشة بداخلي. قصيدة بعنوان اذكريني، هذه القصيدة عنونت بها ديواني الأول فسميته اذكريني. قصيدة اذكريني هي من أول التجارب الشعرية أو الإبداعية اللي خاضها أو اللي كتبها رفعت المرصفي. إذا كان مسموح لي أن أقول جزءا منها: اذكريني أينما كان الرفاق، وافصحي عن خفقات من لهيب واشتياق، فإذا قالوا وما سر اللوى لا تقولي قد خسرنا في السباق، خبريهم كم بنينا، كم زرعنا الحب شوقا وجنينا، وزرعناه ربوعا واحتسينا. تعالي تعالي ونامي بكفي، فأي تماس مع الروح يكفي، فأنت اكتمالي وأنت كنصفي، وأنت بقايا الزمان الحنون. تعالي وضم الحنين لصدري، فإن اشتياقي يعاند صبري، وخفق الفؤاد يبوح بأمري، ونبض العروق كما تسمعين. حنين ينادي فصرت النجيا، ورمت العنان ونلت الثريا، وصار الوجود شهيا شهيا، وذابت شجون وباحت عيون. عيون تنادي وقلبي يلبي، وطرح الدموع يبين حبي، أروح وأغدو ولا شيء عندي سوى أن أغني نشيد الحنين.
حنين يفيض وروحي تطوف وتجري عليه بصدر شغوف وتشرب عطر الندى والحروف فتحكي الزهور وتشدو الغصون تعالي تعالي ونامي بكفي فأي تماس مع الروح يكفي فأنت اكتمالي وأنت كنصفي وأنت بقايا الزمان الحنين. تأثرت كثيرا بالمدرسة الرومانسية في الشعر، وعلى وجه التحديد تأثرت بالشاعر الكبير التونسي الكبير أبو القاسم الشابي. وهنا في مصر تأثرت بالشاعر الكبير أيضا علي محمود طه، الشاعر الكبير محمود حسن إسماعيل، الشاعر الكبير إبراهيم ناجي. هؤلاء الرموز الشعرية الكبيرة ينتمون جميعا إلى المدرسة الرومانسية في الشعر، وأنا رفعت المرصفي أعشق الرومانسية حتى النخاع. بالنسبة للشعراء المحدثين أو المعاصرين، هناك أستاذي وشاعري الأول الأستاذ الشاعر الكبير والناقد عبد المنعم عواد يوسف، أيضا الشاعر الكبير إبراهيم صبري، الشاعر الكبير الدكتور كمال نشأت، الشاعر الكبير محمد إبراهيم أبو سنة. يعني هناك رموز كثيرة في الساحة الأدبية المصرية تأثرت بهم تأثرا كبيرا، وتركوا بصمتهم أو بصمتهم الخاصة على تجربة رفعت المرصفي الإبداعية والشعرية. في شرفة الوجع المندى روعة الضوء الذي لم ينكسر، في رعشة الوجد الذي لم يستكن أطلقت كل العاشقين بداخلي، وتوحدت أشلاؤنا وتكلمت أحجارنا وتفصحت أشجارنا الخرساء من وهج المنى، وتحول الموت الحزين إلى سنة فأذابنا وإذا بنا، وكأن نهرا من سكون ضمنا، وكأن بعضا من جنون مسنا، وكأن بحرا من دموع شقنا. قالت لماذا كل هذا الملح فينا؟ قلت المزيد. قالت لماذا ظل هذا الومض فينا؟ قلت الوريف. قالت إذن لن نفترق. قلت احلمي، من حظنا أن صارت الأحلام ضمن حدودنا، أن صارت الأحلام لا تشقى بنا، أن صارت الأحلام بعضا من ألذ حقوقنا. قالت إذن لن نفترق. قلت احلمي، أوليس حلما ظل يشرق بيننا عبر الجراح؟ أوليس سرا بيننا ما زال يصرخ راقبا أن يستباح؟ وقد التقينا الآن في كف الصباح، فلنرشق الأحلام حتى نرتوي، فلنرشق الأحلام حتى نرتوي. أنا أعشق الكتابة باللغة العربية الفصحى، أعشق الكتابة باللغة العربية الفصحى. لي محاولات بسيطة جدا في الكتابة باللغة العامية، ولي محاولات في كتابة الأغنية. أكتب القصيدة المطلقة بشكلها العاطفي، بشكلها الرومانسي، بشكلها الاجتماعي. أيضا أكتب القصيدة الروحية، لن أقول القصيدة الإسلامية، لكن القصيدة الروحية بشكل مطلق، أي القصيدة التي تتناول القيم الروحية والقيم الإسلامية والقيم الدينية بشكل عام. أكتب القصيدة للطفل أيضا، أكتب القصة الشعرية أيضا للطفل. يعني أستطيع أن أقول لك أنني قد تركت معظم طرائق الإبداع المختلفة من خلال القصيدة الإسلامية، القصيدة الاجتماعية، القصيدة الغزلية، القصيدة الوطنية، الأغنية. ولي محاولات في الأغنية ولكنها محاولات قليلة جدا، قد تعد على أصابع اليد الواحدة. الكتابة للصغار تختلف تماما عن الكتابة للكبار. فحينما نكتب للطفل لا بد وأن نراعي مستوى الإدراك لدى الطفل من حيث اللغة، من حيث القدرة على التخيل، من حيث القدرة على الاستيعاب اللغوي للقصيدة. وبالتالي يجب أن تأتي مفردات القصيدة المكتوبة للطفل بشكل بسيط، والصورة الشعرية التي نطرحها للطفل أيضا
يجب أن تكون صورة شعرية مبسطة يستطيع أن يستوعبها الطفل، وفي نفس الوقت يستطيع أن يستشعر الجمال فيها فيعشقها فيحفظها فيحب الشعر من خلال هذه القصيدة المبسطة. أيضا حينما نكتب للطفل يجب أن نضع في أذهاننا أننا نكتب للحاضر وللمستقبل، أو لنصف الحاضر وكل المستقبل كما يقولون. فالطفل هذا هو الذي سيحمل الأمانة بعد هذا الجيل المتواجد على الساحة. إذا لم نحمل هذا الطفل بالمقومات الحقيقية للشعر، أو بمعنى أوسع بالمقومات الحقيقية للحياة، سيصبح الطفل ينمو وهو قاصر، وهو في حاجة إلى مزيد من هذه المقومات. أنا بشكل محدد أنا أكتب المقال الأدبي أو الدراسة النقدية الأدبية التي تتناول أعمال شعرية، على اعتبار أني أنتمي إلى حقل الشعر، وبالتالي أجد نفسي في بعض الأحيان من شدة إعجابي بديوان لأحد الشعراء أجد نفسي منقادا لأن أكتب دراسة نقدية عن هذا الديوان. وبالتالي فجميع كتاباتي النثرية متعلقة بالكتابة الأدبية أو الكتابة النقدية بشكل خاص، ولكني لست مطلق اليد في كتابة المقال بشكل مطلق. يعني كل كتاباتي تتعلق بالشعر وبالأدب بشكل عام. أحيانا يشدني ديوانا من الشعر أو قصيدة من الشعر موضوعها يشدني، الحبكة الفنية لها تشدني، أشياء جميلة جدا تستطيع أن تستولي على لب المتلقي من خلال أي عمل أدبي، فأكتب عنها دراسة نقدية، ربما أتأثر بها كشاعر وأستطيع بعد ذلك أن أحاكي هذا الشاعر في الكتابة، أو أقلده في صورة شعرية، أو أحاول أن أبتكر صورة شعرية على غرار ما قرأت لشاعر جيد قدمت عنه دراسة نقدية. كل هذه العوامل واردة في العملية الإبداعية، كما هي واردة تماما في عملية الكتابة النقدية أو كتابة المقال الأدبي. اذكريني الديوان الأول لرفعت المرصفي صادر عام 82. هناك طبعة ثانية الحقيقة صدرت عام 99 من هذا الديوان، وديوان اذكريني بيعتبر الدفقة الشعورية الأولى لرفعت المرصفي، الدفقة الشعورية التي استشعر رفعت المرصفي حبه للشعر من خلالها، وبالتالي هذا الديوان له معزة خاصة لدى رفعت المرصفي، رغم أنه أول أبنائه كما يقولون، لكنه هو أعز أبنائه على الإطلاق. يأتي بعد ذلك ديوان قراءة في كتاب الفطرة، وكانت التجربة الإبداعية لدى رفعت المرصفي قد اشتدت إلى حد ما، وهذا الديوان الحقيقة ترك بصمة طيبة لدى النقاد، وهو الديوان اللي حط رفعت المرصفي على الخريطة الأدبية بشكل طيب، يعني مش هنقول بشكل جيد ولكن بشكل طيب. يأتي بعد ذلك ديوان حروف على صفحة القلب، ثم ديوان دماء على جدران التاريخ أعتقد، ثم في معية الله، وهو ديوان إسلامي من الشعر الإسلامي الروحاني الصوفي، ثم أخيرا ديوان للعشق رائحة البحر، وهو صادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقاهرة. هناك عدة أعمال تحت الطبع ليس هناك، لا يتسع المجال لذكرها الآن. أعيديني فإني لم أزل أصبو إلى لغة من الأنداء تصعقني بدهشتها، وعشب النار جزوتها وفطرتها، وضميني أنا المصلوب من زمن على جذع من الكلمات التي كانت لنا عرشا، وكم فيها أشعنا الدفء والأشواق والبشا. أعيدينا فما عدنا نطيق العيش في المنفى، وما عدنا نطيق الليل والأصقاع والضعف. أعيديني أنا المعتل من زمن، أنا المشتور من زمن، ونبضي